كوكو البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفه غاتوريس. وصفه سهله وسريعه وتجي بزاف بنينه. واش نحتاجو في هذه الوصفه؟ نحتاجو زبده، سكر، عسل، بيكربونات، زوج صفار بيض ومعجون. انا كنت استخدمت هذا الكاس تاع 220 مليلتر، كنت ذوبت فيه كاس زبده، نذوبوها شويه على النار ونستعملوا الكاطو. هذا لازم يطبع على حمام مائي، تسمى الوصفه هذه حتى على حمام مائي. كنت استعملت هنايا كاس تاع زبده ذوبته، وزدت له كاس نتاع العسل، عسل مرجان، عسل اللي عندك تحطي تزيدي معاه كاس. وانا زدت عليه السكر. انا استعملت تقريبا نص فنجال تاع السكر. انا ما بغيتش نكثر هنايا الحلوه، بغيت نوازن الحلوه نتاعي، ما بغيتهاش تجيني حلوه بزاف. كل واحد كيفاش يبغي. وهنايا نخلط وراح نحطو على حمام مائي، تما هذا نخليو السكر هذاك والعسل والزبده راح يذوبوا على حمام مائي. نبقاو نخلطوا كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فيديو. نبقاو نخلطوا حتى يذوب لنا هذاك السكر. هنا كنت راح نزيد مغرف تاع بيكربونات، تكون شويه مغرف تاع قهوه شويه معمره كيما نقولوا معمره، باش تتفاعل. دوك من بعدا كي نزيدو نخلطوا راح تتفاعل لي مع هذيك الزبده والعسل والسكر، راح يتكاثف لي الخليط نتاعي. لا بها استعملوا شويه كيما نقولوا في الحمام المائي، استعملوا صحن شويه كبير وما تاع الزجاج ولا ما يتكسرش. كما راكم تشوفوا هنايا راه يزيد في الكثافه نتاع هذاك العسل والزبده. كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو نخليوهم نحركوا بيا حتى يتكاثف هذاك ولا يتضاعف الحجم تاعو كما راكم تشوفوا هنايا في لا فيديو. ومن بعد كي راح نعاود هذا الخليط من بعد نشوفوا بلي كلش داب، راح نفرغوه في ريسيبيون هكا تاع في المهم نفرغوه في ريسيبيون ونبردوه مليح. لازم نبردوا هذاك الخليط باسكو راح نزيدوا عليه زوج صفار بيض، ولازم يبرد باش ما يطيبليش هذاك الصفار. ونبقى نخلط هكا نخلطوا بالزربه ولا بالسرعه هكا، ونزيدوا ومن بعد كي نزيدوا الفرينه. نزيدوا الفرينه بالتدريج. هنايا الفرينه حاولوا تزيدوا مع الاول شويه باسكو الخليط راهو مازال شويه سخون، وكي يكون سخون راه يهز بزاف كميه تاع الفرينه. هنايا لازم نستعملوا يدينا، تما لازم نستعملوا يدينا باش نشوفوا باش ما نخليوهاش تطيح بزاف العجينه تاعنا. وراح نعجنوها شويه كما راكم تشوفوا لهنا. هنايا كنت استخدمت هذا بابي كويسون باش ندير به قيس المول اللي راح نطيب، اللي راح نحط فيه بعد الوصفه نتاعي. تما قيستو قيس المول بعد وقصيت هكا باش تجينا خدمه سهله. وهنا كنت قسمتها على 4 كريات ولا كيما نقولوا 4 تاع العجينه، وحطيتهم هكا اخرين حطيتهم. وراح نستعمل وحده نحلها قيس الكاري هذاك اللي قصيناه قبيله. نحلوها رقيقه بزاف كيما نقولوا، لازم تكون رقيقه. مهم قيس هذاك الكاريه بعد باش نطيبوها. وراح نثقبوها قبل ما نطيبوها، راح نثقبوها باش ما تتنفخناش باسكو فيها البيكربونات. وهذاك شوفوا الزائد اللي نحيته تما راح نستعملو بعد ما حليتها خرجت لي هذاك الزائد. نثقبوها بالفرشيطه هكا، نثقبوها مليح 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 مليح، تما راح تثقب من كل انحاء نتاعها. ونحطوها على بلاطو على الوجه نتاعو ونحطوها طيب. دوك تشوفوا هنايا في لا فيديو ما حاولت انا ما نسرع لكمش باش تفهموني بيا. كيما راكم تشوفوا هنايا البلاطو قلبتو على كيما قلبتو وحطيت هذيك العجينه طيب. هنا العجينه راهي طيب بالخف، تما عسوها طيبوها شويه من التحت وزيدوا لها شويه من الفوق، راهي تجي تاخذ هذاك اللون الذهبي هذاك، وراح تطلق ريحتها بواحد الريحه، ريحه العسل هذاك في الدار تجي تشهي طول. كيما راكم تشوفوا هنايا طابت. وحاولوا هنايا تستعملوا كيما نقولوا لي سيرفيات ولا كيما نقولوا الكتات نتاع الكسره. كيما تشوفوا في الطريقه انا اللي استعملت اني حكمت بلاطو قلبتها عليه باش ما تتكسر ليش. حاولوا تعفوها شويه العجينه هذه باسكو راهي كي تكون سخونه من بعد راهي تحكم روحها. هنايا الطريقه الثانيه عاودت معاكم كيما راكم تشوفوا. هنا بعد نحكم هذاك، هنا جينا كي بعد قصينا هذاك البابي كويسون قد المول، ماناش راح يجيونا الزوائد، راح تجي سوا. ونحطوا المعجون بعد نمشيو عليها المعجون. ونزيدوا الطبقه الثانيه، نديروا 4 طبقات هذوك. وشتو هذاك الزائد اللي راح نخرجوه من هذيك العجينه راح نطيبوه، ومن بعد كي نروحوا نرحيوه في الروبو ولا في لاشوار تاعنا. المهم نطيبوه ونحطوه فوق الكاطو. دوك تشوفوا كيما نعت لكم الوصفه كيما راه قلت لكم لهنا. شوفوا انايا كنت طيبت اللي بقى لي من هذاك العجينه، وانا استعملت هنايا صفايه باش تجيني كامل على كيما نقولوا سوا تجيني الخدمه نظيفه وتجي الحاجه نقيه وتجي الحاجه متحوفه تما باهيه في العين.
انا صفيته كامل هكا من الوجه تاع الكاطو كيما. وهذا الوصفه تاع الكاطو ريس لازم تبات على الاقل 3 ايام، 3 ايام ومن بعد نقصوها. وهذه هي النتيجه. شهيه طيبه. سلام.